موجز الأخبار من بين سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا بكم. بدأ بنفيكا حملة الدفاع عن لقبه في الدوري البرتغالي بفوز على ضيفه براغا ب3 أهداف ل1 في افتتاح مبارياته في الموسم الجديد. افتتح هاريس سيفيروفيتش ثلاثية حامل اللقب في الدقيقة 15 ليضيف جوناس الهدف الثاني في الدقيقة 30. وذلل أحمد حسن كوكا الفارق قبل نهاية الشوط الأول بقليل. ونجح إدواردو سالفيو في إعادة الفارق إلى ما كان عليه في الدقيقة 57 حين أضاف ثالث أهداف فريقه. هذا افتتح بورتو موسمه بفوز على أرضه برباعية دون مقابل على حساب اشتوريل. موسى ماريغا افتتح النتيجة لأصحاب الأرض مستغلا خطأ دفاعيا فادحا في الدقيقة 35. وتمكن زميله ياسين إبراهيمي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 54. مدوا أصحاب الضيافة وصل ليعود موسى ماريغا ويوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 62 قبل أن يختتم إيفان ماركانو رباعية بورتو في الدقيقة 71. رفض نادي ليفربول عرضا بقيمة 100 مليون يورو من برشلونة للتخلي عن البرازيلي فيليب كوتينيو. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن نادي ليفربول رفض هذا العرض لعدم نيته بيع اللاعب الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها ليفربول كثيرا. وقد أكد النادي في أكثر من مناسبة أن كوتينيو ليس للبيع بأي سعر. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء عقوبات على رافائيل ماركيز قائد المنتخب المكسيكي لكرة القدم واللاعب السابق لنادي برشلونة الإسباني على خلفية اتهامه بالارتباط بشبكة كبرى لتهريب المخدرات. وتم إدراج اسم ماركيز ضمن لائحة من 21 شخصا و42 كيانا على ارتباط بتجارة المخدرات بزعامة راؤول فلوريس هرنانديز الذي يتخذ من مدينة غوادالاخارا المكسيكية مقرا له. وأشارت الوزارة الأمريكية إلى وجود علاقة قديمة بين ماركيز وفلوريز، مضيفة أن اللاعب الدولي تصرف كواجهة للأخير وسجل باسمه أصولا تعود إلى شبكة